مرحبا. إبراهيم، والسكوت التام على قضية إبراهيم اللي مش عارفين إيه سببه، اللي كل الأدلة بتثبت إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، اللي كل مهمة بنت إبليس ومافيتهم إن الجثة ما تطلعش وإن الموضوع يتقفل، اللي كل همهم إهانة الست الكبيرة وحبسها. ما اكتفوش باللي عملوه في ابنها، لا، داخلين الآن وما بقالهم من يوم ما الست ابنها توفى قمة الإساءة، من الممثلة لبنت إبليس لسجان إبراهيم للرمة المزور اللي زور تقارير ابن الست عشان يدمر صحته وسرق فلوسه إلى آخره. نسمع مع بعض كده سجان إبراهيم بيطلع لسانه لأم إبراهيم شيكا وبيقول لها إيه. The story of Ibrahim Shika has ended. قصة إبراهيم شيكا انتهت. حظ أوفر المرة القادمة. Game over. The story of Ibrahim Shika has ended. قصة إبراهيم شيكا انتهت. حظ أوفر المرة القادمة. ده عيل بيتطاول على ست كبيرة عدت 70 سنة وبيطلع لها لسانه وبيقول لها جيم اوفر. قضية إبراهيم أغلقت وبيديها كبلة على الهوا كأنها واحدة بتلعب معاه في الشارع استغمية. لا احترام للسن ولا احترام انها كانت ام صاحبه اللي بيدعي انه صاحبه كان بيخدمه، ولا احترام للقيم المصرية. طلع بمنتهى قلة الأدب يسخر من الست ويتطاول عليها. هل ده يرضي أصحاب القرار؟ آخر ما توصلنا ليه لإبراهيم الصورة اللي هنزلها لكم دلوقتي دي. إبراهيم المفروض إنه يوم 24/12 دخل عمل عملية. إبراهيم عمل عشرات العمليات اللي احنا ما نعرفش هي ايه، اللي بتقدم لهاش ورق، اللي طلع بيقول لها جيم اوفر. جيم اوفر يعني اللعبة انتهت، بس اللعبة من طرفكم. لسه ربنا عز وجل في جرابه ياما مستنيين عدالة السماء. إبراهيم لما راح عمل العملية اللي هي كانت نايمة جنبه بالسويت شيرت الأزرق اللي إن شاء الله على عمرها الأزرق ده اللي عملته في الولد يقعد لها في جسمها. إبراهيم كان عامل عملية نازل من السرير أكياس دم، كيس دم أبيض بني وكيس دم أحمر طالع من منطقة الكبد. حد ممكن يقول لي الكانسر وما أكثرهم مرضى الكانسر، يعني ايد واحد يتعمل له عملية ويطلع له دم من جنب الكبد؟ عندنا شريف مذكور، عندنا بسمة وهبة وغيرهم كتير، اسألوهم وهم يردوا عليكم. ده اللي منتظر ام ابراهيم، حرقت قلبها على ابنها على ايدين من لا يرحمه، ومستمرين في السخرية من الست الكبيرة. وده ما بيعملش ده لوحده، ده مأجور للي يدفع. ده شاهد على كل اللي اتعمل في إبراهيم بعينه، بس قبض الثمن زي ما هو مكمل مع أم إبراهيم دلوقتي. أصل هو أخوه ما قعدش جنب إبراهيم، اللي قاعد جنبه اللي جابوله آيفون أخد هدوم إبراهيم، وطلع دلوقتي بيطلع لسانه لأم إبراهيم ويقول لها يا أم إبراهيم شيكا جيم أوفر. كانوا بيلعبوا استغماية في الشارع بتاعهم اللي ما كانش لاقي ياكل. طلع يقول لها القصة انتهت من وجهة نظركم، بس من وجهة نظر الشرفاء وأهل الحق عمرها ما تنتهي.